البداية كده الناس اللي وصلوا للحالة دي ركزوا معايا دقيقة. لو انت عندك كلف، نمش، تجاعيد، عندك مشاكل حاصلة بقالها سنة او سنتين، لو انت عروسة او عندك مشكلة جامدة في بشرتك ورحت اتجهتي جبتي منتجات الريتينول او جبتي منتجات غالية على الفاضي، تعال اقول لك الخلاصة وافضل حاجة تجيبها وتنجزك. دلوقتي اللي انا هقوله ده دلوقتي الناس اللي فعلا ما عندهاش وقت وعاوز تنجز الوقت وعاوزة فعلا حاجة تنجز وقتها وما ما يعني ما تبقاش ما تجيبش نتيجه. لا، انت عاوز حاجه فعلا تجيب نتيجه، حاجه فعلا من الاخر، حاجه فعلا تنجز لك وقتك، سواء بقى راجل او ست. راجل عنده كلف، عنده مش عنده تجاعيد زياده ومكبراك او معجزاك وعاوز فعلا حاجه من ابو ناهيه زي ما بيقولوا، تمام. وكمان حاجه معاها ضمان، ولو ما جابتش نتيجه ترجع، ما جابتش نتيجه بترجع عادي جدا، تمام. حاجه نتيجتها فعلا حلوه واللي بيشرف عليها دكاتره او ناس مختصه. لما تيجي تطلبها بيتصل بيك الاول يتابع معاك ويقول لك تستخدمه ازاي وطريقته ازاي. ركز معايا في الكلام ده، ان اقسم بالله بما يرضي الله يعني بكلمك كاخ، والله العظيم بكلمك كاخ. بص كده ركز معايا، سيبك بقى من الريتينول والكلام اللهبل ده. ده منتج اسمه هيرونيك اسيد، تمام. في 5 حاجات جواه: ريتينول، جواه كولاجين، جواه هيرونيك اسيد، جواه حاجه اسمها الجينسينج، جواه حاجه اسمها زيت لبان الذكر الطبيعي. فجواه اصلا 5 حاجات، مش بس ريتينول اللي بيضحك عليك وبيتباع ب 600 وب 700 وساعات ب 1000 وب 1000 ده. والعلبه كمان 100 مللي، مش علبه صغيره، لا دي علبه كبيره، علبه كده تمسكها سوري تكفيك انت وثلاثه اربعه جنب بعض. انت لو معاك انت واختك او انت وبنوته او مخلفه 3 بنات، علبه واحده بس كفايه تجيبها. ركز بقى معايا هنا، ده ادي الكلف اللي هنا ده هيختفي، يبقى كده هيختفي تماما. انزل بقى كده معايا تاني تاني تاني، المسام الواسعه هتختفي وهتبقى كده بالمنظر ده. ركز معايا عشان في حاجه مهمه عايز اوريها لك بجد في اخر الموقع ده. بص، اللي بيكلمك كده كده دكاتره، ده في منه كذا تركيز. هتلاقي في حاجه اسمها 40% ريتينول، هي مش عارف 40 ولا لا، 40% ريتينول، وفي 70% ريتينول، وفي 92% ريتينول. ايه الفرق بين ده وده؟ هو كاتب لك يقول لك مثلا ال 40% ريتينول 45 يوم يعالجك، ال 70% ريتينول 25 يوم يعالجك، ال 14 يوم معالجه سريعه ده لو اقوى حاجه اللي هو 92% ريتينول. طيب هو جواه 5 خامات برضو: الجينسينج، الكولاجين، الهيرونيك اسيد، زيت لبان الذكر. طبعا الناس عارفه زيت لبان الذكر بيبقى عامل ازاي. طيب ليه بقول لك الكريم ده؟ الكريم ده بقى له سنتين حرفيا مفيش حد اشتكى او اتكلم منه. الميزه في الشركه دي ان هو عامل لك حاجه اسمها استرجاع. بص هوريك حاجه كده، لحظه ركز معايا. بص الضمانات دي حاجه دي مريحه. بص، ضمان المنتج، خدمه بعد البيع،